السلام عليكم وبركاته. معكم قناة حدث يروى. لك سيدتي أسلوب حسن التبعل. ما معنى حسن التبعل أو أسلوب حسن التبعل، وكيف تطبقه المرأة لزوجها؟ حسن التبعل. الزوجة لزوجها من خير صفات الزوجة الصالحة، ألا هو حسن التبعل. المرأة زينة في جمالها، مشروط بتزينها وحسن تبعلها لزوجها، فأقلهن جمالا تتساوى مع أكثرهن مع حسن التبعل والتزين. فمن تزينت واستخدمت أنوثتها أخذت بعقل زوجها وقلبه، ومن أهملت يزهد فيها ولو كانت أجمل امرأة في الدنيا. أفسدي أخلاق زوجك، كوني معه عفوية في حياتكم الزوجية. كذلك سيدتي لا تراهني على حبه لك، أي لا تراهني على حب زوجك. الرجل يأتي إليك بعينيه ويستمر معك بعقله. القلب فقط قد يجعله يؤخر قرار الاستغناء عنك عاطفيا أو فعليا. إن كان يحبك لكنه غير مرتاح معك. أغلب الرجال أسوياء لا ينظرون لأخرى طالما يشعرون بالرضا والاكتفاء. يعني لا ينظرون لامرأة أخرى ما داموا يشعرون بالرضا والاكتفاء مع أزواجهن. كل رجل له 3 شخصيات، منها الطفل والمحارب والعاشق. إذا أحسنت التعامل معها تحقق لديه الاكتفاء، يعني لزوجك. زوجك يكون كالطفل الطفل في أعماق أي رجل يحتاج دائما لأم، يحتاج حنانك وقت مرضه وحزنه، أن تعتني وتدفئي ويرى في عينيك الخوف عليه. كذلك يحتاج حنانك وقت مرضه وحزنه، وأن تعتني وتدفئي ويرى في عينيك الخوف عليه. ويحتاج كذلك رعايتك في جوعه وعطشه ومراعاة أحواله. المحارب، الشخصية التي تكون في الجوز ألا هي المحارب، يخرج لمصارعة الحياة ويرجع بجراحه وآلامه وتعبه، وأنت الوحيدة التي يعري أو يبدي أمامها أو يظهر أمامها ضعفه لتشجيعه وتواسيه وتربطي على قلبه. ودعيه بالدعاء واستقبليه بالابتسامة والامتنان والتقدير لجهوده حين يعود. دعيه يضع رأسه على صدرك ليسترخي ويرتاح استراحة المحارب، واصمتي لينعم بالهدوء إن كان يفضل ذلك، أي أن يضع رأسه على صدرك. والعاشق، وهنا أنت أدرى بما يحب عاشقك، ما يحرك مشاعره وما يسعده. أحسن التباعل له بالشكل الذي يهواه ويتمناه ويناسب رغباته. كوني محبة مبادرة راغبة ساخية الأنوثة، خفيفة الظل لطيفة وذو أنوثة مفرطة. غيري إعدادات قلبه، يعني املئي كل الخانات بذكاء. املئي كأسه فلا تجد الأخرى أي امرأة أخرى مكانا تصب فيه رحيقها. واكسبي زوجا لا يرى من النساء أنت سواك. وكله بالمعروف. إذا تمكنت من القيام بذلك 80% من الوقت فيعذر تقصيرك عندما تقصرين. التلطف مع الزوج وطاعته، أن تكوني لطيفة في كلامك وتصرفاتك معه، وأن تحرصي على طاعته في غير معصية الله.
ثانيا، تقدميه في الطعام والشراب والاهتمام. اجعلي له الأولوية في كل شيء، سواء في تقديم الطعام أو الشراب أو في وقتك واهتمامك. تجنبي إجراء مكالمات هاتفية طويلة في وجوده بالمنزل. اهتمي بما يثير اهتمامه، واعتني بملابسه، بنظافتها وترتيبها، وحتى بغسل بعضها يدويا وكيها بعناية. احرصي على مظهره وأناقته عند خروجه من المنزل، ورتبي دولابه، أي مكان الذي يضع فيه ملابسه. قدمي له الرعاية الشخصية، مثل مساعدته في الاغتسال وفرك جسمه إذا احتاج. خصصي له وقتا للتحدث معه بتركيز، دون الانشغال بالموبايل أو الهاتف الجوال أو التلفزيون. علمي ولقني الأولاد تعليم احترام والديهم. علمي أطفالك استقبال والدهم عند عودته وضرورة احترامه. كما قلت، علمي أطفالك حسن استقبال والدهم عند عودته وضرورة احترامه. إذا كان نائما، احرصي على عدم إحداث أي إزعاج. اجعلي الكلمة الأخيرة في القرارات المهمة. التزين والتطيب وإظهار الحب. كما قلت، اجعلي الكلمة الأخيرة له في القرارات المهمة. اهتمي بجمالك ونظافتك والمحافظة على وزنك. التزين والتطيب وإظهار الحب. اسعي دائما لإسعاده في العلاقة الزوجية، واظهري له حبك وإعجابك. أكدي له أنك لا تستطيعين الاستغناء عنه. تجنب التقليل من شأنه. دائما ارفعي له معنوياته، لا تجرحيه أو تقللي من قيمته أمام أحد، وداومي على شكره والدعاء له. وكذلك عدم التجسس عليه. تجنب التجسس على هاتفه أو عمله أو أمواله. كما قلت، تجنب التجسس على هاتفه أو عمله أو أمواله. وكذلك الاحترام وعدم الاستفزاز. لا ترفعي صوتك عليه أو تعانديه. وتجنب الاستفزاز أو استفزازه أو الانتقاص من رجولته. كذلك طلب الإذن للخروج. إذا أردت الخروج من المنزل، استأذنيه وأخبريه بمكانك ليشعر بالإطمئنان. كذلك حفظ حقوقه. لا تدخلي بيت من يكره، سواء من الجيران أو الأقارب. واحرصي على عدم إنفاق ماله في غير ما يرضيه. احفظيه في عرضه وماله، وساعديه على بر أهله والقيام بفروضه. كوني امرأة ذات حسن التباعد. وفي الختام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.